السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ واش عندكم شي حال سخون ولا غير حنا صحاب مراكش اللي كنتقلاو في الزيت؟ راه بمعنى كنتقلاو في الزيت. اليوم بما ان الحال سخون غادي ندير معكم دي كلاص، واحد النوع راني درته من قبل، راه غادي تلقاوه في القناه. وغندير معكم هذا الشكل هذا. كما شفتوا راه البول خدمت فيها كلاص ودرتو، وغادي نخدم معكم هذا الشكل الثاني حتى هو راه صورته، غادي تلقاوهم بجوج في القناه. عندي هنايا واحد نص طرو ديال الحليب اللي مكلل، ها نتوما راه درتو في الفريكو حتى جمد كما شفتوا. هاد النقط السوداء اللي كتشوفوا راه غير البقايا ديال الكلاص الاول اللي درنا، حيت درت فيه الاوريو. دوك هكا الفرتيت ديال الاوريو بقى هنايا هو، وداك الشعريه فيرميسيل، ديك الفيرميسيل ديال الشوكولاط ملون، حتى هو غادي يبان لكم قطع هنايا باش ما يجيونيش دوك التعاليق ديال المول المساخ ولا المول. راني بحال درت فيه كلاص، ودابا غادي ندير لكم فيه كلاص ثاني، يعني ما محتاجاش نغسل المول عاد باش ندير الكلاص الاخر، فكلاص في كلاص وصافي. هنايا كما قلت لكم نص طرو ديال الحليب اللي مجمد. غادي ندير واحد الباكيه ديال كريم شونتيي اللي درتها في الثلاجه بارده. ديروهم من قبل البنات في لا هو ولا الحليب ولا الاناء اللي بغيتو فيه الكلاص ولا حتى الفوي اللي كطربوا به، حتى هو ديروه في الفريكو باش يطلع لكم الكلاص دغيا. غادي نضيف ساشي ديال فلون كراميل. الا عندكم ساشي صغيره ديروا ساشي صغيره، انا هذه راه عندي الساشي الكبيره ديال 50 غرام. غادي نفرغوها. والمكون المميز اللي غادي نديرو اللي هو سيريلاك، واحد الباكيه ديال سيريلاك ديال القمح، حتى هي غادي نضيفوها، حتى هي غادي نضيفوها للحليب ديالنا. وغادي نطلعوا الكريمه ديالنا ونعاود نرجع معكم باش ما نصدعكمش. كما شفتوا البنات الكريمه ديالنا راها طلعات. غادي نضيف لها حبيبات ديال الشوكولا وغادي نخلطها ونعاود نرجع معكم. كما شفتوا البنات بعد ما خلطنا الكلاص، انا كيسحب ليا كنصور ولكن الكاميرا طافيه. بعد ما خلطنا لي بيبي شوكولا اللي درنا مع الكريمه، غادي نديروا واحد الحلقه اللي غادي نغلفوها ببلاستيك الغذائي من التحت ولا مول كيتحال ولا اي حاجه عندكم نتوما بغيتو. المهم انا عندي هاد الحلقات هادو ديال لي طارت، كان دوك الحلقات اللي كيتحلوا كنغلفها بالبلاستيك الغذائي وكندير فيها الخليط ديال الكلاص. غادي نسرحوا الوجه مزيان صافي. ملي كنقادو الوجه غادي نغلفوا على الحلقه بالبلاستيك الغذائي باش ملي ندخلوا الكلاص المجمد ما يشمش لينا شي ريحه ديال المواد الغذائيه اللي كتكون في المجمد. غطيوه مزيان البنات باش ما تدخليش اي ريحه، ما تدخليش. غادي نغطي ونعاود نرجع معكم. كما شفتوا البنات الكلاص ديالنا بعد ما جمد، حنا جبناه من الكونجيلاتور، حيدنا ليه البلاستيك اللي كنا مغلفين به هاد الحلقه، حيدناه. راه كتجبدوه ساهل، كتحيدوه كتقلبوه وتحيدوا ليه البلاستيك وتعاودوا تردوه. هنايا كدوزوا واحد الفوطه تكون فيها شويه ديال الماء سخون، كدوزوه ورا دغيا كيدي مولا. دغيا ملي كنبداو نحلوا هاد سميتها دغيا كيدي مولا. انا بيد وحده غادي ندوز عليه الشيفون ونعاود نرجع معاكم. كما شفتوا راه بسرعه ملي كتدوزوا الشيفون يكون سخون كدوزوه بسرعه كيحيد هاد الحلقه هذه، كتحيد كما شفتوا.
اما التزيينه البنات فكيبقى لكم الاختيار، اي حاجه بغيتو تزينوا بها راكم غادي تزينوا بها. انا غادي نزين غير تزيين خفيف بداكشي اللي عندي في الدار. غادي ندير عندي هنايا اللوز محمر او مهرمش بالقشور ديالو. اي حاجه البنات بغيتو تضيفوها لهاد الكلاص، بغيتو تزينوا بها هاد الكلاص زينوا، ماشي بشرط تكون عندكم شي حاجه غاليه باش تزينوا الكلاص. انا دايره غير لولادي للدار، يعني ما محتاجاش ندير فيه شي حاجه اللي غاليه. عندي واحد الحبيبات هكا ملونين حتى هما غادي نضيفهم غير على قبل البنات. وعندي حبيبات شوكولا بيضين، حبيبات شوكولا على قبل بنياتي. وواحد شوكولا لوني. صافي البنات كلاص ديالنا بسيط، مكونات بسيطه كما شفتوا. كنتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوناش البنات من لايكات. يلا السلام عليكم.